السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني جدا جدا جدا. النهاردة بإذن الله هنعمل مع بعض العيش الفينو بتاع الأفران بمنتهى السهولة والبساطة. العيش هيطلع هش وقطني وخفيف وتحفة. يلا بينا نسمي بسم الله ونبدأ في الطريقة بتاعتنا على طول. أول حاجة هجيب طبق أحط فيه كوباية من كوباية الشاي العادية كده من المية الدافية أو الحليب الدافي اللي انت عايزة تستخدميه استخدميه. وبعدين هحط معلقة كبيرة من الخميرة الفورية او الخميرة بيرة اللي موجود عندك اشتغلي بيه. وبعدين هحط 3 معالق كبار من السكر. العيش الفينو بيكون طعمه مسكر، ريقه بيكون مسكر وحلو، وكمان السكر بيدي التسوية مظبوطة جدا وبيخلي اللون العيش الفينو تحفة. خلاص، وكمان ربع كوباية من الزيت، زيت الاكل العادي جدا جدا. وبعدين هدوبهم كده مع بعض كويس جدا الاول. المقدار اللي انا حطيته من السوائل ومن المواد الجافة مقدار نص كيلو من الدقيق او 3 كوبايات من الكوبايات المعيارية. تمام. الطريقة دي سهلة جدا جدا وبسيطة، ومتأكدة كل اللي هينفذها هتعجبه جدا. هضيف بقى 3 كوبايات من الدقيق. دقيق متعدد الاستخدامات. تمام. ولو انت شغالة بنوعه كويس معاكي اشتغلي بيه، مفيش اي مشكلة خالص. هبدأ ان انا احط كوبايتين الاول، ولازم انخل الدقيق كويس جدا جدا. والكوباية التالتة هضيفها في الاخر خالص، اظبط بقى بيها العجينة. والاحسن يا جماعة ان احنا نضيف المية شوية بشوية، لان كل نوع دقيق بيختلف عن التاني في شربه للسوائل. في دقيق بتلاقيه بيشرب السوائل، وفي دقيق ما بيشربش السوائل. وبعد ما حطيت الدقيق هحط كده ذرة بقى بسيطة جدا من الملح، وابدأ اعجن العجينة. طبعا احنا حطينا كوبايتين بس، لسه فاضل كوباية كمان بنضيفها حبة بحبة كده، وبعدين نعجن العجينة حلوة قوي. تمام. بنفس الشكل اللي حضراتكم شايفينه اهم حاجة بقى العجن. لازم اعجن العجينة دي حلوة قوي. عجينة العيش الفينو او اي معجنات عايزة تاخدي نتيجة كويسة، عجين العجينة حلو جدا. العجينة مينفعش وشها يبقى مخرفش كده او مش ناعم ملساء، لازم العجينة وشها يبقى ناعم خالص. وهناخد النتيجة دي لما نعجن العجينة حلو. انتوا الاحسن تضيفوا المية شوية بشوية، يعني تحطوا حوالي نص كوباية او كوباية الا ربع، بلاش تضيفوا كوباية زي ما انا عملت. نص كوباية او كوباية الا ربع كفاية جدا تحطوها، بحيث تظبطوا العجينة بقى زي ما انتوا عايزين بالمية مش بالدقيق. خلاص، عشان بس المقادير تطلع مظبوطة. لان كده كان المقدار اللي اخدته مني، خدت 3 كوبايات ونص من الدقيق. خلاص، فانا بعرفكم ان احنا نظبط العجينة بالمية مش بالدقيق. بس الحمد لله المقادير برضو كانت مظبوطة جدا. طبعا انا بعد ما بعجن العجينة حلو جدا بغطيها واسيبها بقى تخمر لمدة نص ساعة، لازم يتضاعف حجمها مرة كمان بالشكل هبدأ كده ان انا بقى اكور العجينة لكور متوسطة. الكورة لا هي كبيرة ولا هي صغيرة. انا كنت عايزة اعمل العيش الفينو كبير كده ومقلبز، ما كنتش عايزة اعمله رفيع كده عشان ما يبقاش ناشف. تمام. هبدأ كده ان انا بقى اكور كل العجين بنفس الشكل طبعا يعمل معاكي بقى الكمية على حسب حجم الكرة اللي انت عايزاها. خلاص. التشكيل بقى بنبدأ نفرد فردة بسيطة جدا كده العجينة على الرخامة، ونبدأ نلفها رول. بس الرولات يا جماعة واحنا بنلفها نلفها رولات مضغوطة، يعني ما يبقاش فيها فراغات، عشان قلب العيش من جوه كده يبقى الفراغات فيه منتظمة. فنلفها رول مضغوط زي ما انتم شايفين كده. وبعدين بنحطها في صاجات مدهونة دهنة كويسة جدا من الزيت، واسيبها تخمر لمدة ساعة. لازم العيش الفينو يتضاعف حجمه مرة كمان. التسوية بتاعت العيش الفينو بيدخل على درجة حرارة عالية جدا جدا، سواء فرن غاز او فرن بوتاجاز. انا كنت مسوية في فرن غاز يا جماعة، والتسوية والنار كانت عالية جدا جدا على العيش. وقفلت الفرن وكنت بعمل حاجة فسيت عنه كده. المهم اخد لون زيادة معايا في كام رغيف كده زي ما انتم شايفين. بس العيش جميل جدا وهش وقطني وتحفة. بس اهم حاجة تخلوا بالكم منه، لانه مش بياخد اي وقت خالص في الفرن، يعني 5 دقايق بالكتير قوي كمان. العيش الفينو لو استوى على نار هادية بيطلع ناشف. عشان تاخدي النتيجة الحلوة دي لازم يستوي على نار عالية جدا. العيش تحفة، هش وعامل زي القطن. جربوه، متأكدة مليون المية انه هيعجبكم.
طعمه حلو قوي قوي، المقادير مظبوطة بالظبط، جربوه، مستنية رأيكم فيه. النتيجة روعة، تعملوا سندوتشات هيعجبكم قوي قوي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.